بتحكي سيدة وبتقول إن جوزها كان بيتقاضى مرتب قليل في الأزمة الاقتصادية، وكان أحيانا بيتحرم من المرتب ده بسبب غيابه الكتير بسبب مرضه. وكان ليهم 5 من الأبناء كانوا بيصرفوا عليهم، فلجأت إن هي تنظف في البيوت عشان تقدر تجيب فلوس تعيش بيها هي وأسرتها. وكانوا مديونين للبقال، لكل الناس اللي حواليهم مديونين لهم بالفلوس، لدرجة ان هم باعوا بيتهم وقعدوا في الإيجار عشان يقدروا يوفوا بالتزاماتهم، ومع ذلك برضو ما زالوا مديونين. في يوم البقال اتهم ابنها انه سرق منه أكل. من هول الصدمة راحت تستجوب ابنها، قال لها أنا ماما ما سرقتش حد، وفضل يعيط. فضلت سرحانة بخيالها وابتدت ان هي تتعب نفسيا بسبب اللي بيحصل ده. قامت في يوم قالت أنا حسيت بالجنون. في يوم صحيت قفلت الشبابيك والابواب وقفلت كل حاجه وضلمت الدنيا، وقمت فاتحه الغاز وقعدت انا وبنتي. قالت لي يا ماما انت بتقفلي البيبان والشبابيك ليه؟ قالت لها هننام شويه. وطبعا فتحت الغاز وابتدت تشم فيه، سمعت الراديو شغال، ما رضتش تقوم تقفله، قالت خليه شغال. وهي سرحانه في المصيبه اللي هي بتعملها سمعت ايه قرانيه اهدتها وابتدت تحسسها بالطمأنينة. قامت تجري تقفل الغاز وتفتح الشبابيك وتدعي ربنا وتستغفره وتبتدي تشكيله على اللي حصل ده ما كانش بإيديها. وفضلت تفتح الشبابيك والابواب وابتدت تعدي تدعي ربنا وتحس بالطمأنينة، وعدت الأزمة بتاعتها على خير. وابتدت مع الأيام كل ما تحس بالهم والغم ترجع ربنا وتدعي له وتصلي وتقرأ قرآن، واتحلت أزمتها. وابتدت الفلوس تجيلها وكبرت، وعيالها كبروا واتجوزوا وخلفوا بقى عندها أحفاد. وابتدت تتذكر هذه الأيام اللي كانت فيها بتعاني، وقد إيه هي كانت بعيدة عن ربنا، وإن الصلاة والدعاء هو اللي هدوها إن هي تمشي في الحياة ويعينها على مسؤوليات الحياة. إحنا لازم نستعين بربنا في كل شيء في الحياة عشان الشيطان ما يدخلناش من نقط ضعفنا ويضيعنا. الصلاة طمأنينة، أي حد بيحس بالقلق لازم يحس بالطمأنينة عن طريق الصلاة والدعاء، وإنه يستعين بربنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل لنا شير واكتب لنا كومنت وفولو. صباح الفل.